أهلا بكم من جديد. تحت شعار شعب يأبى الفساد حتما سينتصر، أعلن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان عن فتح باب استقبال طلبات الترشح والترشيح لجوائز النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2026، فاتحا باب التقدم للجوائز حتى 30 من تشرين أول أكتوبر 2026. يؤكد ائتلاف أمان أن هذا العام 18 لانطلاق جوائز النزاهة، وأن ذلك يأتي انطلاقا من إيمانه أو هو يؤكد هنا ائتلاف أمان أن هذا العام 18 لإطلاق جوائز النزاهة، وأن ذلك يأتي انطلاقا من إيمانه بأهمية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لأهميتها في تعزيز صمود المواطنين وبناء وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة. تهدف جوائز النزاهة إلى تقدير الجهود الفردية والجماعية التي تسهم في الدفاع عن قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وترسيخها في المجتمع الفلسطيني هنا، وتحفيز المواطنين على الانخراط في جهود مكافحة الفساد والإبلاغ عنه. أعلن أمان أنه سيستمر بتلقي طلبات الترشح والترشيح لنيل الجائزة ضمن فئاتها الثلاثة، وهي فئة العاملين والعاملات في القطاع العام والهيئات المحلية ممن قاموا بالإبلاغ أو رفضوا الانخراط أو قدموا شهادة رسمية أو وفروا معلومات عن أي قضية فساد أو قدموا مبادرة ساهمت في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في مؤسساتهم. والثانية معنونة طبعا باسم جائزة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وهي مخصصة لفئة الإعلاميين والإعلاميات الذين قاموا بإنتاج تحقيق استقصائي حول أحد قضايا الفساد. والثالثة عن فئة أفضل بحث للذين أنجزوا بحثا علميا يتعلق بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل بعلوشة، المدير الإقليمي لمكتب أمان في قطاع غزة. صباح الخير أستاذ وائل، وأهلا بك معنا من جديد. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بجميع المستمعين. يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. ما هي فلسفة هذه الجائزة وما الذي تقوم عليه أصلا بالأساس؟ طيب، هو صحيح أنه جائزة أو جوائز النزاهة هي تقليد سنوي يعتاد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة الأمان على مدار 18 عام نعم. تقديمها لفرسان النزاهة اللي يعني قدم أسهامات واضحة لتعزز تعزز من نهج النزاهة وتقلل من فرص الفساد في المجتمع الفلسطيني. نعم. ويعني بالأساس هذه الجائزة بتسعى لتكريم النماذج الملهمة اللي جسدت قيم النزاهة والشجاعة المهنية والمسؤولية المجتمعية في مواجهة الفساد نعم. والدفاع عن المصلحة العامة، وإبراز المبادرات والأعمال اللي ساهمت في تعزيز الشفافية والمساءلة وترسيخ ثقافة رفض الفساد بالشكل اللي بيشجع على تعميم الممارسات الإيجابية وبيعزز ثقة المواطنين بقدراتهم على إحداث التغيير والدفع باتجاه تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد. نعم. أملا في تقليله أو منع حدوثه في المجتمع الفلسطيني من خلال قطاعات مختلفة زي ما حضرتك ذكرت في مقدمة البرنامج. احنا بنحكي عن القطاع العام والهيئات المحلية، وهذا القطاع الأوسع والأبرز اللي بيقدم خدمات متنوعة ومختلفة للمواطنين الفلسطينيين نعم. بمختلف مشاربهم في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. والجائزة الثانية اللي بتحث البحث العلمي على تقديم تقديم مزيد من الأطروحات اللي لها علاقة بتعزيز قيم النزاهة والشفافية نعم. نعم. ومكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني. واحنا مؤمنين أنه الإنتاج المعرفي والعلمي بيلعب دور كتير مهم، مش بس من خلال تقديم مجموعة من المبادرات ولا تقديم أي أعمال عشوائية مهم. طيب خلينا نحكي عن منشأة. فئات هذه الجوائز، تعريف بفئات المشاركين أيضا بشكل عام لهذه الجوائز. زي ما حكيت، الجائزة الأولى تقدم للقطاع العاملين في القطاع العام والهيئات المحلية نعم. اللي بيقدموا مبادرات أو بيكشفوا عن فساد أو بيحاولوا يمنعوا حدوثه، أو بيقدموا مبادرات واضحة من خلالها ممكن نعزز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وتقليل فرص الفساد في المجتمع الفلسطيني. مهم. وإحنا بنحكي هنا عن قطاع بارز وواسع
ونشط، وهو القطاع العام والهيئات المحلية. وطبعا القطاع العام والهيئات المحلية هي يعني تحكي عن جسم كبير بيقدم خدمات مهمة للمواطنين في قطاعات مختلفة ومتنوعة. نعم. الجائزة الثانية زي ما حكيت عن موضوع البحث العلمي. البحث العلمي احنا بنؤمن الإنتاج المعرفي كثير مهم في تقديم أطروحات لها علاقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وبقدم حلول وتوصيات عملية. هذه التوصيات هي ما لو تم تطبيقها وإعمالها في في سياقات مختلفة راح نعم. تساهم بشكل أو بآخر في تقليل فرص الفساد في المجتمع الفلسطيني. وأخيرا جائزة الصحافة الاستقصائية، أو يعني ما عرف يعني الجائزة التي عرف اسمها خلال السنوات الأخيرة بجائزة شيرين أبو عاقل للصحافة الاستقصائية، واللي بتكرم الصحفيين والصحفيات اللي كان لهم دور بارز في الكشف عن الفساد أو منع وقوعه من نعم. خلال تحقيقات أو مبادرات صحفية كشفت أو منعت وقوع يعني فساد جرائم بشكل عام. فساد أو شبهات فساد. وهذه هدفها الأساسي هو تشجيع الصحفيين والصحفيات الاستقصائيين على يعني التقدم والكشف عن شبهات فساد، نعم. على نعم. اعتبار انه امان يؤمن ايمان تام انه الفساد يجب ان يكون له راس حربه. وبنعتقد انه الاعلام والكشف عن ودوره في الكشف عن الفساد هو راس الحربه في مكافحه نعم. الفساد. طيب، لو تحدثنا قليلا عن شروط التقدم لكل فئة من هذه الفئات الثلاث. يعني أولا نحكي عن القطاع العام. في مجموعة من الشروط المرتبطة بالقطاع العام والهيئات المحلية. نعم. أولا يعني يجب أن يكون المتقدم من العاملين في القطاع العام أو في الهيئات المحلية. ويعني لازم يكون قدم يعني من خلال مبادرته أن يكون قدم يعني مبادرة أو قام بالإبلاغ عن إحدى جرائم الفساد، أو رفض الانخراط في ممارسة شكل من أشكال الفساد، يعني مثل رفض الرشوة، الامتناع عن استخدام مواسطة أو محسوبية أو محاباة إلى آخره. نعم. أو قدم شهادة رسمية أمام نيابة أو محكمة جرائم الفساد ساهمت في الكشف عن ممارسات فساد، أو قدم معلومات رسمية أو غير رسمية ساعدت المسؤولين في المؤسسة اللي بيشتغل فيها أو يعمل بها، أو جهات أخرى في الكشف عن قضية فساد. نعم. نعم. أو عززت هذه المبادرة اللي قدمها منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، أو أسهمت في ممارسات من شأنها تعزيز قيم النزاهة في المؤسسة التي يعمل بها. وأن يكون على رأس عمله في الوظيفة العمومية أو في الهيئات المحلية عند قيامه بالكشف أو التبليغ عن حالات الفساد، بحيث لا يكون مستقيلا أو متقاعدا أو مفصول من وظيفته. مهم. وألا يكون المرشح للجائزة قد تم تكليفه ضمن عضوية لجان المراقبة أو تحقيق في القضية التي تقدم لنا الجائزة عنها. وبالتالي يعني هذا الشرط مهم، لأنه يعني في حال كان عضو في لجنة رقابة أو كان عضو في لجنة تحقيق، فهو بيكون حصل على المعلومات بشكل أو بآخر. أو يجب أن يكون يعني من يعمل في هذه اللجان يعني آه، لا يكشف عن قضية قد تكون سير التحقيق أو غيره، أو يكون في شخص آخر هو اللي قدم هذه المعلومات للجنة، واللي كشفت عن قضية فساد، فبالتالي هو بيكون أخذ جهد أشخاص آخرين. فبالتالي ما بزبط أنه يكون يتقدم لهذه الجائزة نعم. نعم. بهذا الموضوع تحديدا يعني. وأن تكون القضية التي تقدم وترشح بها قد تم اعتمادها من قبل هيئة ونيابة مكافحة الفساد أو النيابة العامة أو الجهات ذات الاختصاص، وتم إحالتها للقضاء. يعني نعم. يكون يعني خلص هذه القضية دمغت بأنها قضية فساد وقام بالتبليغ عنها. هذه نعم. الشروط المرتبطة بالقطاع العام. الشروط المتعلقة ب- بال-
بالبحث العلمي او افضل جائزه للبحث العلمي هم مضبوط. في البحث العلمي هم جائزتين. الأولى الباحثين والعاملين في مجال الأبحاث والدراسات وطلبة الجامعات في مرحلة الدراسات العليا، نعم. والثانية الأبحاث ومشاريع التخرج للطلبة في مرحلة البكالوريوس. الشروط أن يكون المتقدم للجائزة عن فئة البكالوريوس من الباحثين أو الباحثات من طلبة الجامعات في مرحلة البكالوريوس أو الدبلوم، وأن يكون قد أنجز في السنتين الماضيتين خلال دراسته الجامعية، أو يكون هذا البحث أنجز خلال آخر سنتين. أن يكون المتقدم للجائزة عن فئة الباحثين والباحثات من العاملين والعاملات في مجال الأبحاث والدراسات أو من طلبة الجامعات في نعم. مرحلة الدراسات العليا، دبلوم عالي مثلا أو ماجستير أو دكتوراه. نعم. وأن يكون البحث قد أنجز السنتين الماضيتين خلال دراسته في الجامعة، أو خلال دراسته أو دراسته في المرحلة نعم. الجامعية. وأن نعم. يكون البحث قد نشر سابقا، وأن يكون البحث مقدما لجهة أخرى للنشر، مراعاة أسس البحث العلمي طبعا الصحيحة، وألا يكون المتقدم قد حصل على جائزة أمان لأفضل بحث في السابق. نعم. نعم. طبعا وفي بعض الشروط التكميلية الأخرى، بس يعني هذا استثمارا بالمجمل للوقت يعني راح بشكل. أنتقل. نعم. طيب. راح أنت. نعم تفضل. تفضل. كنت أذكر. أخيرا جائزة الترشح للجائزة، جائزة الصحافة الاستقصائية. مم. يعني الشروط، أهم الشروط إنه يكون الصحفي قد أعد ونشر تحقيق استقصائي مقروء أو مرئي أو مسموع، وأن يكون التحقيق نشر بغرض الكشف أو التطرق لإحدى قضايا الفساد، وأن يكون التحقيق قد نشر في إحدى وسائل الإعلام باللغة نعم. العربية أو الإنجليزية مع الأفضلية للغة العربية. نعم. وأن يكون التحقيق قد نشر بين الفترة 1/11/2025 إلى 29/10/26. وهناك بعض الشروط الأخرى التي لها علاقة بالقالب الصحفي، أو يعني مراعاة القضايا المهنية الصحفية لسلامة التحقيق. نعم. طيب لو تحدثنا شوي عن عملية التقييم ربما وفرز الطلبات، هل هناك لجنة مختصة تقوم بذلك؟ كيف آلية اختيار الطلبات بشكل عام وتقييمها من قبل الأمان؟ يعني أماني كتير حريص بأنه عملية التقييم تكون عملية دقيقة وتراعي كل متطلبات النزاهة والدقة والموضوعية في نعم. عملية اختيار ومنح الجائزة. عملية التقييم بتمر في المرحلة الأولى، أو بيكون يعني بتمر أول بعملية الفرز. الطلبات اللي بتتقدم بتمر بعملية الفرز، وبنضمن إنه هذه الطلبات اللي أجت قد راعت يعني المعايير المعلن عنها. بعد هيك بيتم نقل الطلبات التي يعني استوفت الشروط للجنة الفنية للجائزة. هناك 3 لجان فنية. اللجنة الأولى هي اللجنة الفنية لجائزة القطاع العام والهيئات المحلية، واللجنة الفنية للصحافة الاستقصائية، واللجنة الفنية للبحث العلمي. وكل لجنة بتبدأ يعني تدرس الطلبات بشكل مستفيض، وبتجتمع لأكثر من مرة لمناقشة الطلبات المرشحة لنيل الجائزة. وبعد هيك بتقدم توصيتها بال 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 للشخص او للتحقيق او للبحث العلمي المرشح بالفوز لاي من الجوائز الثلاثه لهيئه المحكمين. وهيئه المحكمين في ائتلاف امان هي اللي بتقرر. طبعا احنا ما بنجي نقول اللجنه الفنيه وهيئه المحكمين علشان نضمن انه يكون في تقييم دقيق، ويكون في مراحل مختلفه تدقق في عملية التقييم بشكل أولي وبشكل نهائي، عشان نضمن أنه عملية منح الجائزة تكون على مستوى من الدقة والنزاهة والموضوعية والحياد. وطبعا كل هذه الإجراءات هي إجراءات شفافة، ومن حق أي حدا يسأل ويراجع ويتحقق من أن عملية منح الجائزة مرت يعني بالطرق السليمة وشفافة. والنزيهة طيب وشفافة. يعني ممكن يكون في هناك أيضا بعض الأمور المتعلقة بالتأكد من صحة ودقة عدم مخالفات الطلبات لمعاييركم المختلفة. كيف بتقيموا هذه الطلبات إنها صحيحة 100% لا تخالف المعايير الخاصة ولا العامة أيضا للتقدم لهذه الجائزة؟ يعني كل جائزة على حدة. بدي أعطي أمثلة إنه مثلا في موضوع القطاع العام
اللجان الفنية يعني تتحقق في القطاع بين القطاع العام بأنها مثلا تجري اتصالات مع جهات الاختصاص إذا تطلب الأمر. نعم. ويعني كمان في على مستوى مثلا الصحافة الاستقصائية، في عندنا ميثاق شرف مهم. بوقع عليه الصحفي إنه كل ما جاء في هذه من معلومات في التحقيق الصحفي الاستقصائي هي معلومات دقيقة وموثقة. لانه بعض الاحيان انت ما بتقدر في موضوع الصحافه الاستقصائيه انه انت تتحقق من كل شيء، لانه احيانا الصحفي بيكون له مصادر خاصه لا يعلن عنها. فبالتالي لدينا موضوع ميثاق الشرف. الجامعات، بعض الجامعات اللي منحت الدرجة العلمية للطالب احنا ممكن نتواصل معها ونجمع نعم. معلومات اكثر. نعم. يعني في مجموعة من الاجراءات اللي بتتأكد من خلالها بانه الطلب المقدم لنا هو طلب يعني سليم صحيح ودقيق. 100%. وطبعا احنا في احد الشروط انه احنا فيما لو في المستقبل تأكدنا بأنه هناك في خلل في الطلب المقدم وفي بعض المعلومات غير الدقيقة قدمت يحق لائتلاف أمان بالجائزة حتى لو مر عليها عدد معين من السنوات. نعم جميل جدا. طبعا تفاصيل هذه الجوائز التي سيحصل عليها الفائزون في هذه طبعا يعني الحملة الخاصة بشعار شعب يقبل فساد حتما سينتصر. إيش هذه الجوائز اللي حيحصل عليها المشارك؟ يعني هو تاريخيا أمان بيقدم لكل فائز جائزتين. نعم. جائزة نقدية مالية، والجزء الثاني هو جائزة معنوية وهي عبارة عن شهادات تقدير تقدم للفائزين. والشق الآخر هو شق مالي تشجيعي يقدم من ائتلاف أمان للفائزين بالجوائز الثلاثة. نعم طبعا في جميل بعض جدا. السنوات للتوضيح كان في أكثر من فائز في بعض القطاعات حصلوا على نفس الدرجات أو نفس علامات التقييم، فإما كانت تقسم الجائزة بين بين المتقدمين الحاصلين على نفس العلامات، أو يعني كان تمنح قيمة الجائزة كاملة مرتين لكل متقدم حسب نعم. نعم. تقييم وتوصية اللجان الفنية وهيئة المحكمين. نعم جميل جدا. أشكرك جزيل الشكر وبنتمنى إن شاء الله التوفيق لكم وأيضا لكل المشاركين. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل بعلوشة المدير الإقليمي لمكتب أمان في قطاع غزة، وهذه الحلقة كانت بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة. أمان.